محمد نامي. ارحب فيك محمد، يعطيك العافيه، الف مبروك الفوز. لماذا تاخر الهلال في التسجيل اليوم؟ هذا السؤال الاول اللي يطرح. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذا الفوز. نهدي الفوز هذا للأمير عبد الرحمن بن مساعد والأمير نواف بن سعد ولجمهور الهلال. طبعا الهلال كان ضاغط من بداية المباراة، بس الرايد كان مدافع وهذا اللي أخر الهدف. الحمد لله قدرنا نسجل الهدف الأول والثاني ونقدر نحصل 3 نقاط الحمد لله. حينما ظهر الشوط الاول سلبي، ماذا قال لكم دول بين الشوطين؟ والله قال لازم نلعب على الأطراف ونحاول نضغط الخصم في ملعبه ونحاول نسدد من خارج ال 18. كابتن، بعد اللعب في ملعب الهلال الجديد بالفعل كانت الارضيه تختلف، يعني الارضيه الملعب الهلال هي ملساء اكثر، التمرين فيها تمرير من خلالها يكون اسرع من ملعب الامير فيصل، لاحظته اليوم؟ بلا شك لما تكون أرضية صالحة يعني ممتازة تساعدك على التمرير وعلى التحرك. الحمد لله يعني هذا اللي ساعدنا الحمد لله. طيب كابتن محمد نامي، حينما تحضر تصفق لك الجماهير كثيرا، تهتف باسمك دائما. انا يعني لدي احساس منذ قدومك الهلال في احساس بوجود قرب بينك وبين الجماهير. والله نقول إن شاء الله نكون حسن ظن الجمهور. بصراحة جمهور الهلال بيحرجنا دائما بتواضع وبتشجيعه لنا، وانا اتمنى والله بكل جهدي بصراحه انا وزملائي اللاعبين اننا قد ما نقدر اننا نقدم الشيء اللي يرضي الجمهور والشيء اللي يسعد الجمهور. وانت حاسس انك رضيتهم كابتن؟ والله بصراحه قد ما نعمل قد ما هذا لسه ما نرضي جمهور الهلال. جمهور الهلال طموحه كبير وان شاء الله نلبي هذا الطموح ان شاء الله. بس برضو الجمهور يقولون ان اليوم ما فك زي المباريات اللي راحت، يعني المباريات اللي راحت كان يفك على المرمى كثير. والله كل مباراة له ظروفها، زي ما قلت لك فريق الرايد كان مدافع اليوم، كان يلعب على المرتدات، هذا اللي اخر النتيجه واللي ما ساعدنا يعني ان نوصل للباب كثير. سمعت المفردة اللي كنت اقولها لك، قلتها لك بعد مباراة القصيم، كلمة وحش يا نامي، سمعتها من احد ثاني غيري ولا لا؟ اكيد سمعتها. ايه اكيد. من مين؟ والله بقى زي ما قلت لك بعض الجمهور يعني، وان شاء الله نكون حسن ظنهم ان شاء الله. طيب ايش رايك في المايك؟ والله انا فجعني المايك طولان شويه يعني اخبره قصير. شكرا للنجم محمد نامي.